بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة أنا لقيت فيديو على اليوتيوب. الفيديو ده لواحد روسي، ففي حبيت ان انا اعلق على الفيديو ونشوف المشكلة مع بعض. طبعا الفيديو ده الجهاز ده سوني، طبعا زي ما احنا هنشوف دلوقتي كان الموديل اللي هو عرضه هو جهاز سوني. المشكلة فيه ان زي ما احنا شايفين الشاشة بهتانة خالص، الشاشة بهتانة. دي نشوف المشكلة بتاعته. خلينا نشوفها مع بعض. ابتدى يشغل صورة، الصورة اشتغلت على الجهاز. طبعا الألوان كلها داخلة في بعض، الصورة الألوان كلها ضايعة وداخلة في بعض. زي ما احنا شايفين هو مركب صورة، حاطط لنا صورة على الجهاز مشغل الشاشة. الألوان كلها رايحة، الألوان بهتانة خالص زي ما احنا شايفين. الألوان سايحة في بعض. طبعا الراجل فتح الجهاز، والمشكلة بتاعتنا في كارت التيكون. المشكلة بتاعتنا في الكارت ده. طبعا كارت التيكون بتاعنا هيبتدي يفك الجهاز، هيفك كارت التيكون اهوت. كارت التيكون فكه. طبعا بتفك السوكت ده بالراحة جدا لان فيه الكابلات بتاعته ضعيفة زي ما احنا شايفين. طبعا يا جماعة المشكلة في الاي سي اللي هو الراجل هيشاور عليه دلوقتي. الاي سي دوت، الراجل بيشاور على الاي سي. نوقف شوية الفيديو ونتكلم على الاي سي ده. الاي سي ده يا جماعة اي سي الجاما، اسمه الجاما. الاي سي ده مسؤول عن الترانزستورات اللي راكبة في الفلاتة بتاعت الشاشة، ده اللي بيتحكم فيه. لما الاي سي ده بيخرب بيطلع لك الالوان بايظة. طبعا يا جماعة الكلام ده كله بينطبق على شاشات ال LCD بس، يعني الكلام ده كله بينطبق على شاشات ال LCD. ما يجيش عطل زي دوت في شاشات LED وتقول ده اي سي الجاما. اي سي الجاما وراكب في شاشات ال LCD بس. كويس. ادي اي سي الجاما، وده الرقم بتاعه اللي هو الرقم بتاعه ES15F، ES15F، ES15-F. طبعا في حاجات كتيرة انا وقفت الفيديو، في حاجات كتيرة للاي سي ده، في ارقام كتيرة هبقى نحطها على الشاشة عشان تعرفوها كلها نفس الوظيفة ونفس البدايل. انا هحط لكم الارقام كلها نفس الوظيفة ونفس البدايل بتاعت طبعا هيبتدي يشيل الاي سي من على البوردة، وهيشيله طبعا بالهوت اير زي ما احنا شايفين. طبعا بيسخن على الاطراف. الناس اللي لسه يعني عندهاش خلفيه في الموضوع ابتدي بيسخن على الاطراف بتاعت الاي سي الارجل اهوت، عمال يسخن على جنب. كويس. طبعا لما تيجي تفك الاي سي ده يا جماعه بتفكه بحذر شديد جدا، لان الاي سي دوت لو ما تفكش كويس وما كانش اللحام سايب كويس ممكن بيطلع التراك معاه من البورده. بيكون لازم وانت بترفع جامد بيطلع التراك معاك. فحاول دايما لما تفك الاي سي دوت، اي سي SMD على البوردة لازم تكون متأكد ان هو متفك كويس، لان لو شلته بالقوة بيطلع التراك معاه وبيخرب لك البوردة. اهو فك الاي سي الراجل. طبعا يا جماعة الفيديو ده انا بس عشان الناس تستفيد، انا لقيته وحبيت ان انا اعلق عليه عشان كله يستفيد منه ان شاء الله. وزي ما قلنا الاعطال دي في ال LCD بس. العطل ده في ال LCD، والاي سي اللي بيتغير ده المسؤول عن الالوان اسمه اي سي الجاما. اي سي الجاما. طبعا الاي سيات دي بتشتريها من على النت اونلاين، بتشتريها من على علي اكسبريس او بتشتريها من على الموقع eBay. كلها على بعض ال10 ما بيعدوش $3 ولا $4. دي بتتجاب من على النت الايسيهات دي، وكلها نفس الارقام كلها واحده. ES15F وF، وعندك الجي. وانا هحط البدائل كلها على الشاشه، هكتبها لكم على الشاشه. كويس. لما ابتدي الراجل يغير الاي سي بتاع الجاما، اي سي الجاما ابتدي يغيره.
طبعا كل واحد ليه طريقة لحام، ليه طريقة في اللحام. ونشوف هو دلوقتي بننضف البوردة بالأرجل، بننضف بيظبط الرجول اللي هتركب على IC، عمال يظبطها، لأن طبعا انت لما لازم يسويها كلها تبقى سوا واحد. طبعا الناس اللي معندهاش خلفية عن الموضوع ده أو لسه مبتدئة، ادي بخليها كلها سوا واحد اهوت كويس، عشان يقدر يركب IC بعد كده بكل سهولة. ده IC الجامع، IC الجامع دوت في الشاشات ال LCD، هو مسؤول عن الترانزستورات اللي موجودة في الفلاتة بتاعت الشاشة، هو اللي بيتحكم فيها. IC الجامع مسؤول عن الألوان، هو اللي بيتحكم في الترانزستورات الراكبة على الفلاتات بتاعت الشاشات ال LCD. ده في الشاشات ال LCD بس، ال LED مفيش الموضوع ده، عشان الناس تبقى فاهمة. بس كلامنا كله على ال LCD، ما يجيش عطل الوان في LED وتروح تقول ده IC الجامع. طبعا الIC ليه زي ما احنا شايفين كده، ليه جايد بيركب عليه علامة. الناس اللي بردك العلامة بتاعت الIC كان هو معلم عليها، بتركبوا على نفس العلامة اللي موجودة على البوردة. ودي العلامة اللي هو الدايرة دي اللي بيتكلم عليها، دي الدايرة دي بتبقى مع العلامة اللي على البوردة اللي هي البيضة اللي هو بيشاور عليها. نفس العلامة هنا هي العلامة اللي هنا. هبتدي يعدل IC ويسقطه مظبوط. طبعا يا جماعة انا حبيت ان انا اعلق على الفيديو دوت عشان كله يستفيد، ويعني الناس تستفيد، لان انا ملاحظ ان الحمد لله الامور ماشيه تمام مع الناس، والناس الموضوع مستوعباه جامد قوي، والحمد لله يعني انا حاسس الامور مظبوطه. الحمد لله يعني انا حاسس الامور مظبوطه مع الناس. خلاص كده يا جماعه، ابتدي الراجل يرحم اهو، بيرحم جنب جنب. طبعا كل واحد ليه طريقته في اللحام، يعني مش كل الناس زي بعض، كل واحد ليه طريقه. وبعدين يا جماعه اللحام في ال SM دي ما هوش يعني بالسهوله اللي انت متخيلها، محتاج ممارسه شويه. يعني بيحتاج شويه، لازم تمارس الموضوع عشان تقدر تبقى تتقن الموضوع. بس بيشربوا قصدير، بيشرب الارجل كلها قصدير. كل واحد ليه طريقته في اللحام، يعني مش شرط تعمل زيه، ممكن ليك طريقة تانية. وفي ناس اللي بتعمل يعني ممكن ناس تانية بتسقط على وتسخن على طول. بس طبعا دوت بيكون مستواه عالي في اللحام، ان هو ما بيطولش على الIC، ما بيسخنش الIC عشان ما يتحرقش منه. كل واحد ليه اسلوبه وحسب ما اتعود. طبعا موضوع اللحامات بتاعت ال SM دي بياخد منك فترة قبل ما تتعلمه بسهولة وتتقنه جامد، مهوش سهل يعني. هو عمال يشربهم وزير الأرجل. طبعا هي الأرجل كلها مليانة وزير، هو ده تعمل حاجة تانية. كويس. هو دلوقتي جاب شيلد، الشيلد ده بقى هيرفع بيه القصدير، هيشرب بيه القصدير الزيادة، هيشيل منه القصدير الزيادة. لأن الشيلد دوت بيتباع في محلات الإلكترونيات اسمه شيلد دوت، بيشيل بين القصدير الزيادة. لو عندك رجلين لاحمين مع بعض أو القصدير اللاحم بينهم بتشيله طبعا هو حاطط فلاكس، الفلاكس دوت بيسموه بيست أو فلاكس بالإنجليزي بيست دوت، عشان يشرب اللحام بسرعة. بيحط في الشيلد السلك اللي فيه ده اسمه شيلد، عشان الناس تتعلم الأسامي. طبعا هو كده جايب الصوابع بتاعت الأذن اللي هي بينضفوا بيها الأذن، وبيحط التنر ده، تنر ده أو أسيتون أو بنزين أو أي حاجة مادة. طب بتتطاير محدش يحط مية، محدش يحط مية على البرد ما بتتغسلش بمية يا جماعة، عشان الناس المبتدئة. البرد بتتغسل يا إما بأسيتون يا إما بسبيرتو يا إما ببنزين يا إما بتنر، الحاجات اللي بتتطاير، أو دوت تنر أو بنزين أو سبيرتو أيا كان أو أسيتون أيا كان. أهم حاجة محدش يحط مية، دي مش مية يا جماعة عشان الناس تفهم، دي مش مية. المية تبوظ لك البوردة وما تتبخرش، ده بيتبخر بسرعة، مجرد ما بيحطه بينشف على طول، وبيزيل
مذيب للمواد العضوية اللي هي زي الفلاكس والحاجات، بيدوبها فبيطلعها بسهولة. اما المية طبعا بخرب لك البوردة وبتفضل راقدة وبتعمل لك قفلة في الجهاز. خلي بالك الموضوع ده كويس اوي، انا بتكلم عن الناس المبتدئة، كلامي كله متوجه. طبعا الراجل اهوت بيورينا اللحام، بيفرجنا اللحام بتاعه. انا حابين الناس تستفيد من الفيديو. طبعا يا جماعة في جروب على الفيسبوك، الناس اللي محتاجة حاجة او الناس اللي عاوزة حاجة تخش على الفيسبوك على الجروب، انا بسيب الرابط تحت الفيديو، تخش وتشترك معانا. لو في اي عطل في اي حاجة بنرد عليها على طول ان شاء الله. يعني عايزين يعني الناس كلها تبقى مع بعض، تتعاون، وكل الناس تبقى يعني تخدم بعض، لان ده في صالحنا كلنا. تبادل الخبرة والمعلومات حاجة مهمة جدا للناس مع بعضنا. طبعا الراجل بيفرجنا على IC وعلى لحماته، طبعا اللحم مظبوط 100%، مفيش مشاكل، واللحم بطريقة محترفة. خلاص هو بيورينا العلامة دي، لازم العلامة دي الناس المبتدئة لازم كل IC ليه علامة. أي IC بتفك مع البوردة لازم تركبه نفس الاتجاه اللي انت فكيته، بتبقى في علامة على IC وفي علامة على البوردة اللي هي البيضة، والIC اللي هي المدورة. الناس اللي لسه مبتدئة في المجال، الراجل كده مظبط. طبعا ده كارت التيكون، اسمه كارت التيكون. ده الكارت ده في LCD. طبعا هو معاه حاجة اسمها مايكرو كاميرا. المايكرو كاميرا ديت بتشتريها بتتباع، بيشوف اللحامات على الكمبيوتر. ادي الارجل بتاعه على الكمبيوتر، بتظهر لك لو في لحام رجل يعني اللحام واصل بينهم، بيشوف مفيش حاجة واصلة بين الارجل، مفيش لحام بين الارجل، مبينة جامد الكاميرا. طبعا ديت الناس النظارة ضعيف وكده، والناس الكاميرا دي بتتباع على الاونلاين على المواقع على النت، اسمها مايكرو كاميرا. بيستخدمها طبعا الناس اللي دي يعني الصراحة الكاميرا مطلوبة. في ناس بتستخدم الجوال، كاميرا الجوال بتشوف بيه لو الكاميرا الريزولوشن بتاعها عالي، بتقدر تشوف زي الكاميرا دي بالظبط عادي، مفيش مشاكل. لو الدقة بتاعت الكاميرا عالية بتقدر تتفرج على رجول IC. لو كاميرا الموبايل بتاعك او الجوال، طبعا هو هيرجع بعد ما بدل IC بتاع الجاما، هيبتدي بقى يرجع للتلفزيون وهيشوف التلفزيون هيشتغل معاه ولا لا. وزي ما وضحنا في الاول، IC الجاما ده مسؤول عن الترانزستورات اللي موجودة على الفلاتة بتاعت الجهاز. دي الحاجة التانية يا جماعة، العطل ده في شاشات LCD. العطل ده بس في شاشات LCD، IC الجاما في شاشات LCD. لو جالك عطل بتسأل الزبون بتقول له الشاشة LCD ولا LED، بتفهم. لو LCD بتقول له IC الجاما. طبعا في مشكلة تانية بتستخدم السيرفيس مود. طبعا هنبقى نوضحها، اللي هو التلفزيونات السوني. السيرفيس مود هكتبه على الجهاز، هنعمل فيديو تاني. دي طريقة بتغير فيها دي عطل هاردوير. وفي في مشكلة تانية بتبقى سوفت وير في السيرفيس مود بتاع الجهاز. بتخش على السيرفيس مود بتاع الجهاز وتغير في الاعدادات وبتظبط معاك الجهاز حسب كده وكده. ما ظبطش معاك بتخش على التيكون وتشوف. هذا الجهاز طبعا كان الاول معانا بهتان، دلوقتي الصورة ما شاء الله عليها، وادي الالوان اتعدلت زي ما احنا شايفين. الالوان ظبطت ايوه، بقت جميلة. طبعا بعد ما غير IC الجاما، وزي ما قلنا العطل بس في شاشات LCD. العطل ده IC الجاما في شاشات LCD فقط لا غير. LED ما فيهاش IC جاما، عشان الناس تبقى عارفة ومستوعبة الموضوع. طبعا بتخش في نقطة تانية بالنسبة للسيرفيس مود. بتخش على بتجيب الريموت الأصلي بتاع الجهاز وبتطفي الجهاز من الريموت، وبعد كده بتخش الخطوات بتاعته انا بقولها. يعني بتضغط على الديسبلاي، بعد كده على رقم 5، بعد كده الفوليوم على الموجب، الفوليوم موجب، بعد كده باور. انا هكتب على الشاشة طبعا عشان دي بس بالنسبة للسيرفيس مود عشان تخش عليه. وبعد كده بتخش على السيرفيس، بيفتح معاك الجهاز وبتخش على السيرفيس مود، وبعد كده بتختار بانل سيلكشن وتخش على تشينج. بتعمل التغيير للبانل سيلكشن، بتخليها CML FHD 40. دي بتخليها بيظبط معاك الجهاز
وبتطفي الجهاز وتشغله تاني بيشتغل معاك ان شاء الله. طبعا حبينا بس نشارك معاكم الفيديو دوت، وحبينا ان احنا نوصل لكم معلومة، ويا رب يكون الناس استفادت. وزي ما قلنا ده عطل في شاشات LCD فقط، واي سي الجاما اسمه اي سي الجاما اللي اتغير، ده اي سي موجود في شاشات LCD. طبعا الخطوات اللي انا كتبتها بتاعت السيرفيس مود هنكتبها على الفيديو، وطبعا الجروب على الفيسبوك الرابط طبعا اسفل الفيديو. وتحياتي وشكرا لكم.